بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن اغتنم خمسا قبل خمس. تمضي السنوات والأعوام والليالي والأيام، وتجري الشمس لمستقر لها، ثم ينقضي الزمان، والليل يطلب النهار سريعا لمضي الكون، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والحياة لا تدوم على حال، نعم موهوبة وآلاء مسلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام 5 نعم، أيامها هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والإكثار من الزاد، منها ما هو زائل لا محالة، ومنها ما يخشى زواله. من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني بعد التفريط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. فأيام الشباب قليلة، وقد يقطعها الأجل قبل تمامها، وما أكثر من يموت في شبيبته. قال ابن الجوزي رحمه الله: أكثر من يموت الشباب، لذا قل أن ترى الأشياخ. والشباب زمن التحصيل لأمور الدنيا والدين، وزمنه من أنفس الأوقات، والمحاسبة عليه تجري على انفراد. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها: وعن شبابه فيما أبلاه. رواه الترمذي. ومن حفظ شبابه بالطاعة ومغالبة الهوى، وعده الله بظل تحت العرش. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. متفق عليه. والعافية متعة الدنيا، لا لذة للحياة إذا زالت، وأيام سرورها مجهولة، لا يعلم متى انقضاؤها. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية. رواه أبو داود. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تدعو ربها أن تنالها، فقال: واسألوا الله العافية. متفق عليه. وهي مما يسأل عنه يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، يعني من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. رواه الترمذي. وتدوم العافية بشكرها باستعمالها في الطاعة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالمأكل والمشرب الحلال، وبكثرة الاستغفار وملازمة التوبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ومن حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في كبره وضعف قوته. والأوزار مهلكة للصحة. قال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ومن عمل في صحته ثم مرض، أجري له ثواب ما كان يعمله وهو صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. ومن أهمل العمل في صحته ثم مرض لم يجر عليه سوى الحسرة والندم. فاعمل في عافيتك لله، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال علي رضي الله عنه: لا تنس صحتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة. والمال يتقلب بأيدي العباد لا يبقى على حال، ومن لم يتحول عنه المال تحول هو عن المال بالرحيل. قال جل جلاله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. والمال فتنة هذه الأمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. والغني المنفق يسبق غيره بالأجور. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. متفق عليه. والموفق من الأغنياء من بنى آخرته بالسخاء والعطاء مع التقوى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. متفق عليه. والنادم من كنز مالا وتوانى عن الإنفاق. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والفراغ هو زمن العمل. قال سبحانه: فإذا فرغت فانصب. وإذا كبر المرء كبرت معه آمال الحياة، فيبذل نفيس ما يملك من الوقت لتحصيلها وقد تفوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما. ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وما سبق من سبق إلى المعالي إلا باغتنام زمان الفراغ. قرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري على الحيري في 3 مجالس. وقرأ برهان الدين البقاعي على البدر الغزي صحيح البخاري في 6 أيام. وقرأ الفيروز أبادي صحيح مسلم في 3 أيام على ناصر الدين. قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الناس في خير فنافسهم فيه، ولا تحقرن شيئا من الشر في فراغك أن تتقيه، ولا شيئا من الخير في وقتك أن تفعله، فالفراغ لا يدوم. والحياة قصيرة ليس للمرء فيها بقاء، يتحين الرحيل عنها في كل آن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. وليس للمرء دار يعمل فيها سوى هذه الدار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنزلة العبد في الآخرة هي بعمله في هذه الأيام،
والدنيا قصيرة خداعة لا تعطي أحدا نفسها إلا بعد أن تذل طالبها ومتاعها قليل. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وقد أنذر الله من حسرة الموت قبل العمل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وإذا حضر الأجل انقطع العمل، ثم تحبس كل نفس بعملها. قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال: موعظة بليغة وغفلة سريعة. فبادر بالأعمال قبل أن يحال بينك وبينها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. رواه مسلم. ومما يسابق إليه أداء الصلوات المفروضة جماعة في بيوت الله، والاجتهاد في أنواع الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا بما يقربنا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.